مع بعض سفراء. كان لنا لقاء مع سفير إيران في جدة، وناقشنا في فكرة التحولات ومواقفها مع علي، وقال بهذه اللفظة، قال: لو علم أصحابنا هذه المواقف لا تقاربنا مع أهل السنة. هكذا يقول بنفسه. فأنا زدت من باب الاحتياط، قلت لعل قولكم هذا تقية، من باب الاحتياط، لأن الإنسان لما تخاطب الآخرين تجد علم، والعالم يعي، والعالم ممكن يطلع على أكثر من مذهب. لماذا يقال أن آل البيت بلغوا درجة الإمامة؟ ما الإمامة؟ ما هي الإمامية؟ إمامية مذهب، ممكن يتمذهبوا أي واحد، لكن الإمامة لا، الإمامة يصل إليها وهي تساوي درجة الاجتهاد. راحوا يفلسفونها، قالوا القطبية وتشوشوا على أنفسهم ودخلوا لها العيوب. هي الإمامة مرتبة فتح يبلغ إليها الإنسان من أهل الله. إذا بلغ من أهل العلم إلى هذه المرتبة ممكن يطلق عليه لفظ المجتهد فيما يساوي مفهوم الإمامة عند أهل البيت. وهذا يطلع على كل الأقوال في المذاهب. سيدنا الإمام العدني قالوا أنه كثير من الفقهاء طعنوا في بعض تصرفاته وقالوا أنها مخالفة لظاهر النصوص الشرعية في أمور معينة في دراستهم له. لما رد عليهم الراد قال لهم أن هذا بلغ مرتبة الإمامة. بالطبع اللفظة قال القطبية، فهو يعمل بكل المذاهب، يعني الاختيار المذهبي لمثل هذا يجوز. الإمام عبد الرحمن السقاف لما جاءته بعثة من اليمن، يعني من نواحي اليمن إلى حضرموت، وقالوا: ما مذهبك؟ قال لهم: أنا جنداري من جنادرة السلطان. شوفوا اللفظة، يعني أنا مجتهد من مجتهد الكتاب والسنة. عاد بقى الترجمة ذي، مع أنه شافعي، لكن دائما يعرفون كيف يقيسون الأمور. سيدنا الإمام عبد الله حداد لما راح إلى مكة للحج استقبله الناس واستعظموا أمره لما رأوا عليه من جلالة وهيبة، فسأله أحدهم: ما مذهبكم؟ قال له: مذهب الكتاب والسنة. لأن لو قال شافعي بينازع، لكن يعرفون كيف يصيغون مثل هذه العبارات. وفي كل الأحوال عرفنا وعلمنا أن الارتقاء والارتفاع يعالج كثير من هذه الأمور.